الناس رفعت كوباياتها والهوا القوي دخل العصير فيها بدقة كأنه متظبط. أصل أهل القرية دي عايشين مع هوا شديد طول اليوم ومتعودين عليه لدرجة إنهم ما يعرفوش يعيشوا من غيره. لو طفل فضل يعيط مامته كانت تربط فيه حبل وتسيبه يطلع في الهوا زي الطيارة الورق. كلهم شاطرين جدا في تنس الطاولة قدام الهوا العالي، وواحد بس يقدر يخلص الماتش لوحده. كان في راجل دايما لابس قبعات عشان يحافظ على شعره، بس الهوا كان يخطفها كل شوية، فحط في شنطته قبعات كتير احتياطي. بعد كده لاحظ إن في واحد قبعته ما بتطيرش أبدا، ففهم إن شكل الراس هو السر. الحلاق كان بيقص بسرعة مع اتجاه الهوا، وفجأة حاجة صفرة نزلت على دماغه. طلع كلب صغير كان في الهوا. وفي نفس الوقت راجل ماشي عكس الهوا في الصحراء لقى باب سري تحت الأرض. لما فتحه شاف راجل كبير بيحرك تروس ضخمة. أول ما وقف الشغل ظهر السر، المكان ده هو اللي بيعمل العواصف. أول ما الماكينة بطلت الدنيا فوق اتلخبطت، الكلب وقع، الأطفال نزلوا من الهوا، العصير اتكب على وشوش الناس، الحلاق وقف، وماتشات تنس الطاولة خلصت والناس نسيت تمشي. لكن لما الراجل التاني مسك مكانه وشغل الماكينة تاني رجع الهوا ورجعت الحياة لطبيعتها.